لا ندري إن كانت حرق النفايات الطبية من الحلول العلاجية التي تقلل من مخاطر بيئية وصحية وشيكة، ولا نعرف كم هو حجم التلوث في المياه الجوفية بسبب مدافن النفايات أو ما يسمى بالتمر الصحي، وخاصة عندما تكون هذه الحالات سواء المحارق أو المدافن قريبة من الأحياء السكنية. وهذا هو الحال هنا بين أغلب مدن إقليم كردستان. ليس بإمكان المحارق الطبية أو مدافن التمر الصحي التقليل من شأن المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن أطنان القمامة والنفايات التي تخرج من الأحياء السكنية والمراكز التجارية والمؤسسات الصحية في إقليم كردستان على مدار الساعة، مع غياب بدائل مستدامة لمعالجة هذا الملف دون أضرار، إضافة إلى تدشين معامل كبيرة لتدوير النفايات واستخدام التطهير الكيميائي والتعقيم البخاري وغيرها من الحلول للتخلص من النفايات نهائياً. لا نستطيع أن نقلد الدول الكبرى حالياً أو الدول المتقدمة بوضع 4 أماكن لفرز المواد البلاستيكية عن الزجاجية عن الورقية عن المواد العضوية، ولكن نستطيع أن نفصل النفايات إلى قسمين: جافة ورطبة. الجافة تشمل البلاستيكية والزجاجية والورقية، والأخرى هي المواد العضوية أو ما يسمى ببقايا الطعام. ولكن مع الأسف أن 50% من هذه النفايات هي المواد العضوية أو هي بقايا الطعام، ولكن نستطيع أيضا أن نحول هذه المسألة إلى مورد مالي، بمعنى أن نحول هذه بقايا الطعام أو المواد العضوية إلى سماد. التزايد السكاني والتوسع العمراني الكبيرين في الإقليم أدى إلى زيادة كميات النفايات والأنقاض، الأمر الذي ساهم بتشويه المنظر العام لبعض المدن وتلويث الهواء والتربة ونشر الأوبئة المعدية، وفرض تحديا بيئيا على إقليم كردستان الذي يعتمد على السياحة الطبيعية المبتلاة بالنفايات، وتحديا أشد على قطاع البناء العمودي خاصة الذي يطرح يوميا أطنانا من الأنقاض والمخلفات. يفترض من السلطات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة، وأن تعمل على بناء معامل لمعالجة وتدوير النفايات، كما هو الحال في معظم الدول التي تحمي مواطنيها من الأوبئة الملوثة. بالمقابل، تنشر التوعية بين الناس بدءا من طلبة المدارس، وتحاسب الذين يتجاوزون على المناطق الخضراء أو يعملون على تقليلها أو تشويه معالمها من خلال رمي النفايات والأوساخ بصورة عشوائية. المواطنون في المدن خاصة هم أكبر المتضررين حاليا من تراكم النفايات والأنقاض بصورة متزايدة، وذلك نظرا لقلة الوعي البيئي لدى المجتمع وعدم الاكتراث لتلوث الوسط المحيط بمحال السكن، إضافة إلى تركيز القطاعين العام والخاص على الصحة البشرية والحيوانية فقط وإهمال البيئة. فالمنظمات الصديقة للبيئة والنشطة فعلا قليلة جدا هنا، والفعاليات الجماعية من هذا النوع أقل بكثير. نشجع المواطنين الذين يلتزمون بالجانبين الديني والإنساني ولا يخلطون بقايا الطعام بالنفايات، بل يجمعون منها لإطعام الحيوانات السائبة والطيور، لأنه بصراحة لا يجوز خلط الرز أو الخبز مع البلاستيك والزجاج وغيرها من القمامة لدرجة تضر بعملية فرز النفايات، حتى وإن دشنا معامل التدوير أو المعالجة مستقبلا. كل عائلة بإمكانها التقليل من رمي النفايات أو تدويرها في المنزل، مثل تحويل وعاء مكسور إلى مزهرية جميلة أو الورق إلى أشكال الورود. والأهم عدم رمي بقايا الأطعمة، ويمكن إنقاذ حياة كائن آخر بإطعامه. زر مستشفى نانا كلي في أربيل، ستتفاجأ بعدد المصابين بالسرطان بسبب المشاكل البيئية بالدرجة الأساس. خلاصة القول إن معالجة وتدوير النفايات بأنواعها أصبحت من الضرورات الملحة في إقليم كردستان، والذي يحتاج لمواكبة التطور في هذا المجال.
وهذا ما وعدت به الحكومة الحالية قبيل نيلها الثقة من البرلمان. ولكن يبدو أن المستجدات المالية الصعبة قد أجلت هذا الموضوع. وإلى أن يتحقق هذا الأمر على أرض الواقع، فالمواطنون هنا مطالبون باعتماد طرق لعزل النفايات عن بعضها البعض حسب النوع، على أن تصل تلك النفايات المعزولة في البيوت إلى معمل التدوير والمعالجة لكي تعود إليهم مجددا، ولكن بشكل آخر. إلى اللقاء.